سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بصحه جيده. جيتكم فيديو جديد، حبيت نحضر معكم هذا الدجاج بالبطاطا واللوبيا موشطو صحي واقتصادي. ان شاء الله تجربوه البنات وتخلوا لي رايكم في التعليقات. نروحوا للمقادير. عندنا هنايا دجاج حسب افراد العائله، بصل مقطع، مغرف صغيره طماطش القوطي، هنا حبه طماطيش رابيتها، عندي هنايا فلفل اكحل، كركم، شويه فلفل احمر مرحي وشويه زنجبيل، وهنايا نص راس ثوم دقيته مع حبه جنبو. نروحوا للتحضير. هنايا نخلطوا كامل المكونات مع بعضهم. هنايا نديرو الزيت، ونزيدو مغرف خل ولا مغرف لاموتارد على حساب واش عندكم في الدار. نزيدو ثاني 2 مغارف زيت زيتون. درك نديرو البنات الزيت زيتون ومن بعد نخلطو كامل المكونات مليح. هنايا نزيدو شويه ماء، تقريبا نص فنجال، ونخلطو مليح ونجيبو هذاك الدجاج ندخلو فيه كامل هذاك لاصوص، ومن بعد نخلوه يشرب هذاك لاصوص مده نص ساعه. هنا جبت بلا تاع فور، درت فيه ورق الزبده والسلوفان، ونجيبو هذاك الدجاج نحوه على جهه. هنا جبت البطاطا قطعتها خشينه شويه، ومن بعد نديروها في لاصوص هذاك ندخلو فيها مليح، ومن بعد نوريكم واش نديرو. هنا جبت المول، درت فيه الزبده الصار على جال البنه، نجيبو هذيك البطاطا نستفوها، وهنا جبت لوبيا موشطو فورتها نص طياب برك البنات، ونزيدوها في هذاك لاصوص اللي بقالنا، ندخلوها مليح في اللاصوص. هنا نديرو اللوبيا موشطو فوق البطاطا، ونزيدو الدجاج، ومن بعد نديرو شويه ما في هذيك البسينه ونفرغوه فوق الدجاج والبطاطا واللوبيا موشطو، ونجيبو ورق الزبده نشمخوه ونغطوها مليح، نزيدو السلوفان من الفوق، ومن بعد ندخلوها الفرن. شوفوا البنات بعد ما خرجتهاش هي تكون في الجنه ان شاء الله. نجيبو الفرماج نرابوه فوقها ونعاودو ندخلوها تتجمر في الفرن. شوفوا الشكل النهائي البنات، صدقوني بنتها روعه. ان شاء الله رايحين نجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وهنا شوفوا الخضره قاع طايبه زين، احسن من القوليان البنات، صحيه. وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم تبقوا على خير البنات، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.